السلام عليكم أعزائي المتابعين في مصر والوطن العربي الكبير، كل عام وحضراتكم بخير. عقار الأكواجان والبولدينون، هل هي هرمونات أم شبيهة بالهرمونات؟ طريقة حقنها، الجرعة بانتظام، ايه هو الموجود في مصر وآمن منها؟ يعني ايه الأسماء اللي موجودة في مصر آمنة؟ استخدامها حرام ولا حلال؟ ذات جدوى اقتصادية ولا مش ذات جدوى؟ كل ده هنقول لحضراتكم في هذه المادة العلمية. كنا اتكلمنا في الحلقة السابقة عن هرمون الاستروجين والبروجستيرون كأحد الهرمونات التي تستخدم خارج مصر في صورة كبسولات تزرع خلف الأذن. النهاردة هنتكلم على الهرمونات اللي صرح بها في مصر لفترات، وهي الأكواجان والبولدينون. حقيقة الأكواجان والبولدينون هما هرمونات أو تعمل عمل الهرمونات، وتحديدا هرمون التستوستيرون أو هرمون الذكورة. بتعمل ايه هرمون الاكواجان والبولدينون؟ هما الاثنين على فكرة لهم نفس الوظيفة ولهم نفس السمات على الحيوان. بتعمل ايه؟ بتنشط او بتزيد من وجود التستوستيرون، هرمون التستوستيرون في دم الحيوان، وبالتالي تزيد من ترسيب البروتين او استفادة الحيوان من البروتين وترسيبه في العضلات، وبالتالي بتزود المحتوى العضلي في الحيوان، وكذلك في الإنسان. وبعض الناس بتستخدم هذه الهرمونات في الناس اللي بتشتغل في كمال الأجسام وخلافه. الجرعات تستخدم بواقع 1 سنتي ل 45 كيلو فيما يخص الخيول والماشية والأغنام والماعز والخنازير، وأحيانا 1 سنتي ل 90 كيلو، وممكن تتكرر الجرعة من 3 إلى 4 أسابيع. طبعا كل ده تحت إشراف الطبيب البيطري. حرام ولا حلال؟ سؤال احنا من حقنا نجاوبه كفنيين. صحيح احنا مش متخصصين في النواحي الدينية، يعني مش دارسين كويس في الأزهر أو خلافه، إنما احنا بنتكلم من الناحية الفنية، وإن شاء الله ننير حضراتكم في هذا الشأن. وهنقول بسم الله. أول شيء، أي دواء حرمته أو حلاله من الغرض من استخدامه. يعني حضرتك هتستخدم هرمون الأكواجان لغرض علاجي تحفيزي فلا حرمة في ذلك. هتستخدم هرمون الأكواجان بغرض آخر سواء غش تجاري أو خلافه فيعتبر هنا في حرمة. وهنرجع مقارنة بذلك للهرمونات في الشأن البشري. الناس بتستخدم هرمون الاستروجين في السيدات لمنع الحمل سواء هو أو البروجستيرون وتنظيم النسل، وبعض الحالات العلاجية للناس اللي ما بتخشش في مرحلة ما بتخلفش من الآخر. بعض المشاكل الجسدية سواء في البروستاتا أو خلافه تستخدم الهرمونات لهذا الشأن. وهنا العملية عملية علاجية، لا حرمة إطلاقا في استخدام الهرمون، شأنه شأن أي عقار آخر. إنما لو أنا استخدمت الاستروجين علشان مثلا أحول الصفات من ذكر إلى أنثى، أو عكس الهرمونات، أو علشان خاطر أغش في بعض الأشياء، هي طبعا هناك في كلام آخر الشيوخ ورجال الدين يتكلموا فيه عن أكتر مننا. إذن أي الهرمون شأنه شأن أي عقار. إذا كنت بتستخدمه لشأن طبي علاجي يحدده الطبيب البيطري ويحسن من أداء الحيوان فلا حرمة في ذلك. طيب، كيف يستخدم لزيادة وزن الحيوان؟ يعني والجدوى الاقتصادية من استخدامه. هو في الحقيقة، وده هنقوله بصورة حصرية ومش هتسمعوه الكلام ده غير من عندنا من هنا، إن غرض من عقار التستوستيرون وبالتالي الأكواجان هو زيادة المحتوى العضلي، وهذا عكس التيار في عملية التسمين. يعني لو أنا هستخدم الأكواجان علشان عجل عنده هزال، علشان عند عجل تأخر في وصول لمرحلة البلوغ وبالتالي محتاج عقار هرمون يحفز الهرمون الطبيعي ويزيده ويدخل ويكمل الحيوان مسيرته الطبيعية، في هذه الحالة سيكون للأكواجان ذو فائدة كويسة وجيدة ويؤدي النتيجة المطلوبة منه. إنما لو أنا بدي أحقن الأكواجان على يعني مرة واثنين وثلاثة بغرض زيادة وزن الحيوان، لو فرضنا الأكواجان هيشتغل يزود المحتوى العضلي،
أنا محتاج في عملية التسمين أزود المحتوى الدهني. واللي مش فاهم في موضوع التسمين اسمه إيه؟ اسمه تسمين عجول من السمن، واسمه بالإنجليزي fattening من الفات، لأنه الحقيقة تسمين العجول هي ترسيب الدهون داخل ألياف العضلات الخاصة بالحيوان وتحت الجلد وفي أماكن معينة، إذا من الآخر هو إضافة دهون. علشان كده بنقول إن إحنا في علفة الحيوان بنزود الطاقة كلما كبر في السن، لأن في بداية عمر الحيوان بيستفاد، بيحتاج إلى بروتين أعلى من الطاقة، وبالتالي بيحاول توصل له بروتين بأعلى ما يمكن. بعد مرحلة معينة حتى لو اديته بروتين صافي هيحوله لدهون. شأنه شأن الإنسان بيزيد وزنه في صورة إيه؟ في صورة دهون. لو ما زادش في صورة دهون مش هيزيد، لأن المحتوى العضلي والألياف العضلية ثابتة في العدد والكمية، إنما اللي بيزيد هو ترسيب الدهون بين ألياف العضلات، وبيؤدي إلى المظهر المرمري في اللحوم اللي الناس بتحبه، اللي هو اللحوم الملبسة، واللي بيسمى باللغة الإنجليزية ماربلينج أبيرانس، اللي هو الشكل الرخامي اللي بيرغبه غالبية مستهلكي اللحوم في بلاد الدنيا. إذا ما تستخدم أنت الأكواجان عشان تزود عضلات العجل، والعجل عمل لك صدر وعمل لكش بطن وما رسبش دهون، يبقى أنت كده خسرت في وزن الحيوان ولم تستفد. إذا الأكواجان وكذلك البولدينون الأصلي يحقن في وقت معين وتحت إشراف طبيب بيطري فاهم إمتى نستخدمه، ولكن مش على بطال، لأنه ليس له فائدة أبدا في موضوع تسمين العجول وترسيب الدهون داخل جسم العجول. هو الأكواجان موجود في مصر؟ طبعا لا. البولدينون موجود في مصر؟ طبعا لا. طب امال ايه الحاجات اللي موجودة في مصر؟ تعالوا الصورة اللي قدام حضراتكم دي احنا جايبينها من على الجوجل، ودي ترجمة جوجل. السعر بتاع الأكواجان النهاردة $299 للعبوة 50 ملي، زي ما هو قدام حضراتكم تماما في الصورة، $299. وبالتالي بحسبة بسيطة هنجد أنه سعره مش هيقل أبدا عن 9000 جنيه، ولو قسمنا على 50 سنتي هيكون السعر السنتي تقريبا 180 جنيه. أنا طبعا دي حسبة رياضية بسيطة. إذا سعر الهرمونات حقيقة مرتفع جدا في مصر وفي العالم كله، وطبيعي مع ارتفاع سعر الدولار ارتفع وتضاعف السعر. وشأن الأكواجان هو شأن البولدينون في السعر أيضا. إذن لو ما حد يجي يقول لي إن أنا عندي مكون هرموني مجهول المصدر وسعره 7 و8 جنيه للسنتي، أعرف إن أنا على طول بشتغل في اتجاه خاطئ تماما، ومش معقول أبدا إن يكون هذا أسعار الهرمون. حد يقول لي طب الهرمونات اللي بتستخدم في البشري يعني رخيصة؟ طبعا الدولة بتدعم الهرمونات الاستروجين والبروجسترون اللي بتستخدم في منع الحمل، وذلك لرعاية الأسرة وتنظيم النسل وخلافه. إنما السعر الحقيقي للهرمون أي حد متابع وعنده فكرة عن السوق يعرف أن الهرمونات من الأدوية والعقارات اللي مرتفعة جدا في السعر. طب أنا أستخدم اللي موجود في السوق؟ طبعا لا. أي دواء غير مسجل في وزارة الصحة المصرية لا تتعامل معاه أبدا، وبالذات وخصوصا الهرمون، لأن الهرمون أنت بتجيب مثلا مضاد الحيوي، مضاد حيوي خطورته إنه مش هيدي نتيجة، إنما أنا لما أجيب هرمون بيشتغل على كفاءة أنظمة وأجهزة الحيوان، وبالتالي يترسب في لحوم الحيوان ويستهلكه الإنسان، وأنا مش عارف المادة دي إيه. إذن هنا في خطورة بمكان، ويحرم وغير جائز إنك تستخدم صناعات تحت السلم للمواد الهرمونية متزرعا برخص السعر، وهي غالبا بتبقى مية وما بتديش أي نتيجة. إذن الجدوى الاقتصادية من استخدام الأكواجان أو البولدينون تكمن في استخدامه للحيوانات الضعيفة والهزيلة، ونحن نتابع غلاء سعره في هذه المرحلة،
ويكون بهذه الطريقة غير عملي. مش معقول أنا هجيب مثلا خلي السنتي ب100 جنيه يا عم، وأنا عايز أحقن الحيوان بتاعي 7 8 سنتي 10 سنتي، يبقى أنا عايز لي رقم، عايز لي 1000 جنيه عشان أحقنه جرعتين، أدي 2000 جنيه. المردود بتاعه هيكون قد إيه؟ خاصة إن كان لازم إحنا قلنا إن حقن الهرمون بالذات لابد إن يكون تحت إشراف طبيب بيطري فاهم في التسمين عشان يختار الحيوان اللي هيستفاد من الدفعة الهرمونية. إنما لو استخدمته في حيوان سليم مش هيديك أي نتيجة. وتم الحقن بمعرفتنا في مزارع زمان من فترات طويلة، كان وقت الهرمون السنتي بتاعه الأكواجان كان ب 11 جنيه، والناس جابته وحقناه في مزارع بالكامل، وبعد شهر وزناه ولم تكن هناك أي نتيجة، لأنه طبعا لم يحقن بالصورة أو في الوقت المناسب لاستخدام هرمون التستوستيرون أو شبيهاته من المنتجات اللي موجودة في بلادنا. موضوع انه يسيب رواسب في اللحم ويستهلكه الانسان، احنا قلنا لو استخدمنا البولدينون او الاكواجان في وقته الطبيعي اللي هو في مرحلة غالبا من مراحل النمو، طبعا بدون شك لن يترك اي اثر، لان انا بقى برفع من مستوى هرمون هو طبيعي موجود في دم الحيوان وفي دم الانسان. وقلنا في الفيديو السابق على سبيل المثال أن المرأة بتنتج حوالي 500 ألف وحدة من هرمون الإستروجين في اليوم، وأن هذه الكمية بتتضاعف عشرات الأضعاف أثناء فترة الحمل، وأن اللبن وبعض يعني الأنواع الغذاء زي الخبز وفي كمية هرمون أضعاف ما يتركه من رواسب في لحم الحيوان، وأن الفول الصويا به أضعاف تصل إلى الملايين من الأستروجين. الصويا كمية الأستروجين فيه مرتفعة جدا، أضعاف مضاعفة تصل إلى ملايين الأضعاف لما يتركه ترسيب الهرمون في لحم الحيوان، بشرط طبعا الاستخدام المتزن للهرمون حسب الجرعات المعلنة للعقار المكتوبة على الورقة، وأن يكون العقار من الشركة المنتجة، وأنه ما يكونش تحت بير السلم، وأنه يكون تحت إشراف طبيب بيطري. لو قمنا بهذه الأشياء لن يكون هناك أي مشاكل أبدا من الاستخدام الطبي السليم للهرمونات. أرجو أن أكون أعطيت حضراتكم معلومة مفيدة في هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.